السلام عليكم. هو تقريبا البسكويت ده حل كل المعادلات الصعبة اللي ممكن تواجهنا في بسكوت العيد. 2 كيلو بسكويت شكلناهم من نفس العجينة بالقمع وبالمكنة، وكمان عملنا منهم أشكال سبيشيال، بجد حاجة كده في منتهى الجمال. عجينة سلسة جدا، اشتغلت معانا في كل حاجة. حلينا مشكلة هنشتغل بسمنة ولا بزبدة، حلينا مشكلة هنشتغل بلبن ولا بمية، حلينا كل المشاكل اللي ممكن تواجهنا. العجينة زي ما هي سلسة كده في المكنة ونازلة كده بكل سهولة وسلاسة، بجد كانت نازلة بالظبط من القمع بنفس السلاسة. تعالوا مع بعض نشوف احنا عملنا البسكوت القمر الجميل ده ازاي. يعني حاجة كده في منتهى الجمال مع السر الطعم الخطير اللي كل اللي هيدوق يقولك انت عاملاه ازاي البسكوت ده بنكهة ايه، احنا مش عارفين. اول حاجة هنجهز معانا المادة السائلة. المادة السائلة انا هنا استخدمت ميه عاديه جدا، حابه انك تستبدليها بلبن براحتك. كده كده انا هدوب فيها لبن بودر. طيب انا لو هعمل بلبن هدوب فيها لبن بودر؟ لا، هقولك حطي لبن البودر على الدقيق. انا هنا هعمل كميه 2 كيلو. ال2 كيلو بياخدوا كوبايه ميه اللي هي مج الشاي العادي او الكوبايه المعياريه اللي هي 250 ملي، عليهم 4 معالق من اللبن البودر ده لل2 كيلو. سر الطعم الخطير الرهيب اللي كل هيقولك الله البسكوت ده بنكهه ايه، احنا مش عارفين نحدد. هو نكهته حلوه جدا بس احنا مش عارفين هو ايه. هو جوز الهند. لكل كيلو هياخد كوبايه جوز الهند مطحونه مع معلقه سكر في المطحنه كده بتاعه السكر، بتدي طعم رهيب جدا. هنا معايا باكو بيكنج باودر لل2 كيلو، يعني الكيلو بياخد نص باكو باودر، يعني معلقه تكون صغيره ممسوحه. تمام. هنقلب. اهم حاجه ان احنا ندوب البيكنج باودر والجوز الهند مع الدقيق كويس جدا، وطبعا ما تنسيش ذره الملح. انا هنا استخدمت زيت، وهو ده السر ان العجينه ماشيه معايا في كل حاجه. استخدمت حوالي 150 ملي من الزيت، يعني حوالي لكل كيلو 75 ملي من الزيت. تمام. هنا معايا الخليط بتاع الزبدة بتاعي. انا استخدمت زبدة بقري العادية بتاعتنا، واستخدمت زبدة فرن. تقدري طبعا تعملي الزبدة اللي انت عايزاها ما عدا الزبدة الجاموسي البيضة. اوعي 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 اوعي، 5 اوعي، اوكي؟ عشان خاطر فيها نسبة مية كبيرة جدا هتبوظ لك العجينة بتاعتك. هنا ال2 كيلو خدوا معايا 700 جرام من الزبدة، وخدوا كمان زيهم سكر. تقدري تقللي كمية السكر براحتك لحد ما توصليها ل 500 جرام. طبعا ده لل2 كيلو، انا باكد عليكي اهوت، وهكتب لك مقادير الكيلو في التعليقات تحت. علشان نعلي التست قوي بقى، انا هنا جبت روح جوز الهند او ريحه جوز الهند. حطيت 4 من الازايز الصغيره على ال2 كيلو. تاكدي من مده صلاحيتها، لانها كل ما كانت قديمه كل ما هتخلي الطعم لاذع معاكي ومش حلو خالص. استخدمت 8 بيضات كاملين يكونوا بحجم كبير. لو البيض عندك صغير استخدمي لكل كيلو 5 بيضات. تمام. ههيش مع بعض الزبده والسكر لحد ما يبقوا عاملين زي الكريمه كده، وابدا انزل ببيضه بيضه لحد ما تختفي. كده تمام خالص. في ناس هتقولي انا ممكن اشتغل بسمنه، هقولك اه يا ست الكل اشتغلي بسمنه، بس اوعي تستغني عن الزيت. قوام السمنه هيبقى سايل شويه عن قوام الزبده، فتقدري تشتغليها على ايدك بكل سهوله وبكل اريحيه. الزبده تكون طالعه من التلاجة، دي نصيحه مهمه جدا. لو هتعملي سمنه برضو تكون طالعه من التلاجة علشان ما تتعبكيش في الشغل. بعد ما خلطت البيض هسيبه يتخلط مع بعضه كده دقيقتين 3 كده لحد ما يمتزج كله مع بعضه. هجهز بقى معايا اللبن والنشادر. انا بحط نشادر عادي على البسكوت، ما بيجرالوش اي حاجه، ما بيعلاش، وديكوا شفتوه في اول الفيديو شكله كان عامل ازاي وخفيف خف الريشه. هسخن اللبن بتاعي زي دمعه العين، وبعد كده هحط فيه 5 جرام لكل كيلو نشادر، يعني معلقه صغيره ممسوحه. حاولي ما تجيبيش نشادر كتير، لان هي كل ما بتقعد كل ما تبوظ النشادر. عشان تعرفي اذا كانت سليمه ولا لا، اول ما تحطيها في الميه تلاقيها فارت كده، وقامت فوره مش قويه قوي، لان احنا حاطين في لبن مش في حمضيات. مع البرتقال بتلاقيها بتعلى جدا على فكره. تمام. هنا بقى هنبتدي ننزل باللبن. لكل كيلو بياخد نص كوبايه لبن او ميه او اي ماده سائله انت هتعمليها. لو هتعمليه بالبرتقال تقدري تحطي برضو عصير برتقال. تمام. هنبتدي بقى ان احنا نحطها مع الخليط بتاعنا ونخلط كويس. بصوا الخليط بتاعنا لا هو سايل قوي ولا هو تقيل قوي. بتاع السمنه لو هتعمليه بالسمنه القوام هتلاقيه سايل عن كده شويه، ما تقلقيش خالص. بصوا انا شغاله ازاي في الدقيق. انا ايدي بتروح وتيجي في الدقيق. انا بدوب العجينه بتاعتي بتاعه السكر والزبده في قلب الدقيق، انا ما بعجنش. اوعي تعجني وتديله بوكسات كده كده هتبوظيه خالص. طبعا هتشوفي ايدك بالمنظر ده هتقولي ضاعت فلوسك يا مرسي وبوظت العجينه. حطي يا بت دقيق. اوعي تحطي، اوعي تحطي. بصي ايدك النضيفه اللي انت ما اشتغلتيش بيها، هاتي منها حته من العجينه حطيها في ايدك، لا بتلزق لا بتسيب اثر في ايدك. العجينه بتتشكل معاكي بكل سهوله. وكمان هعمل لك الاختبار اللي هياكد لك ان العجينه بتاعتك لا محتاجه سوائل ولا محتاجه اي حاجه. بصي الفرق بين ايديني، يعني الايد اللي انا شغاله
شغاله بيها عامله ازاي، والايد اللي انا خدت بيها اختبر عامله ازاي، نضيفه فله. هتعملي العجينه كوره وهتحطي صباعك فيها. شقات تبقى محتاجه ميه، اوعي تسمعي كلام اللي بيقولك شقات تبقى محتاجه ماده دهنيه، لا 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 خالص. شقات تبقى محتاجه ميه، حبه ميه كده، شقشاق صغير كده، وظبطي عجينتك تاني. هوريكي بقى ان العجينه سلسه بطريقه رهيبه رهيبه رهيبه. هاخد اول حاجه هستخدم القطاعات. اول حاجه عشان تشتغلي بالقطاعات صح، يا مفرش سيليكون يا مفرش طعام زي اللي انا عاملاه كده بابسط الامكانيات، وقطاعات بلاستيك، سيليكون، حديد، اي حاجه. المهم ان انتي تديكي اشكال حلوه. اهم حاجه سمك العجينه ما يبقاش تخين قوي، لان ما تنسيش ان احنا حاطين بيكنج باودر ونشادر في العجينه، ما تنفخش منك قوي وتقلب كيكه. اوكي. هنا بقى هتعملي الاشكال اللي انتي عايزاها، ان شاء الله حتى تجيبي اشكال من المكتبه بتاعه الصلصال هتنفع يا ست الكل. نجرب تجربه القمع. بصوا العجينه انا مش عارفه انتم ملاحظين هي نازله سلسه ازاي من القمع، بجد رهيبه. استخدموا الاشكال اللي انتوا عايزينها. كل حاجه مع البسكوت ده شغاله فله. طب تعالوا نشوف سلستها كده مع المكنه. بصوا يعني رهيبه. طبعا عيالك طبعا هيفرحوا بقى بموضوع المكنه دوت، وفرحه العيد هي بتبان في الحته ديت. هنا بقى بصوا ما شاء الله. البسكوت ده ممكن تعملوه باي نكهه انتوا حابينها، بس بجد الجوز الهند خطير ومحدش كتير بيكتشفه. حتى اللي ما بيحبوش جوز الهند مش هيعرفوا، هم هيبقوا محتارين في الطعم، هو ده طعم ايه. انا برص الصاجات بتاعتي كلها وبعد كده بسوي مره واحده. انا عندي بحط هنا شبكه على الرف اللي تحت في الفرن، اسوي في الفرن العادي بتاعي خالص درجه حراره 170. اهم حاجه تدوري الصواني كل شويه وتحاولي تراقبي اللي تحت دوت، لقيتيه احمر من تحت تقومي مطلعاه فوق ومنزله صاج مكانه تحت، كده هتوفري وقت. وتقريبا البسكويت ده بياخد 12 دقيقه لو انت هتشغلي شوايه اخر دقيقتين، ولو انت مش عايزه تشغلي شوايه زي حالاتي قعد حوالي في الفرن 20 دقيقه. تمام، مش كتير خالص بالنسبه للنار الهاديه وبالنسبه للي هو اتعمل من غير اي شوايه. هنا بقى الجزء اللي احنا كنا عاملينه بالاقماع بجد تشكيله رهيب. انت ممكن تعملي بسكوت فاخر من اللي هو بنشتريه في علبه كده صاج في المحلات بالشيء الفلاني، بحاجه كده زهيده في البيت خالص، حبه شوكولاته على حبه فارماسيه على حبه مربى حليب. كل الحاجات دي متوفره عند بتوع مستلزمات الحلواني، وسعرها حلو جدا، وكمان كميتها حلوه وبتقعد معاكي كتير وبتكفي كمان كتير. بالنسبه للسكر ممكن تجيبي الوان صناعيه وتلوني السكر بتاعك مع الشوكولاته، بجد بيدي طعم رهيب جدا. زر الورد كان طالع ترند جدا وناس بتستخدمه اليومين دول كتير، فعملت شويه برضو. بجد كانت الاشكال روعه. اتحط في العلبه الصفيح كانك بصي جايباه من افخم محل بالظبط. بجد الطعم روعه، جربوه بجد مش هتندموا. من عجينه واحده عملنا اشكال كتير. تعالوا نقول شوية ملاحظات كده على العجينة وعلى التسوية. العجينة بتاعتك طول ما احنا شغالين في الشتاء هتبقى معاكي حلوة وزي الفل، هتشتغلي في الصيف هتسقعيها شوية عشان تقدري تشتغلي بيها. العجينة بتاعتك لازم تغطيها كويس جدا وانتي شغالة، علشان السمنة والزيت ما يطروش منها، وكمان علشان ما تنشفش وتشمع وتبقى تشكيلها صعب معاكي. بالنسبة للتسوية لما تسوي ما تخرجيش على طول من الصاج الحاجة، سيبيها تهدى شوية في الصاج وبعد كده رصيها في الصواني. بالنسبة للحفظ احفظي فيه حاجة ألمونيا، ولما ما عندكيش حاجة ألمونيا يبقى كرتونة من عند أي حد حواليكي من بتاع الشيبسي والكاراتيه والجملة، وحطي فيها كيس وابدأي رصي حاجاتك فيها وشيليها وقفليها كويس من الهواء. يعني بعد ما تقفلي الكرتونة حطيها كمان في قلب كيس وتقدري تشيليها في أي حتة عندك في المطبخ لحد ما يجي العيد. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب تعملوا البسكوت ويعجبكم. وبجد لو عجبتكم الوصفة وشايفين ان هي تستاهل النشر، شاركوها مع اصحابكم علشان توصل لاكبر عدد من الناس. سلام.